تعاطف كبير ذاك الذي لقيه فريق الرجاء العالمي من لدن الإعلام الرياضي التونسي بسبب مباراة الأهلي والرجاء. الإعلام الرياضي التونسي احتج على عدم معاقبة نادي الأهلي وحرمانه من جمهوره أمام الرجاء بسبب الهتافات العنصرية لجمهوره ضد الهلال السوداني. نستمع إلى ما قاله الإعلام الرياضي التونسي. مباراة الأهلي والرجاء القادمة، مباراة القمة في الدور الربع نهائي من الشامبيونز ليج. الرجاء أفضل فريق في المرحلة مرحلة دور المجموعات، والأهلي المصري فريق بتاريخه تأهل ثاني صحيح، لكن فريق خطير جدا في الأدوار الإقصائية. لجنة الانضباط في الكاف خالد تؤجل الحكم في قضية أحداث القاهرة مباراة الأهلي والهلال لإتاحة الفرصة من الأهلي لاستقبال الرجاء بحضور الجمهور. هذا مثلا من أبرز العناوين اللي شفناها في الصحافة المغربية، أنه الكاف ميلة نوعا ما لفريق الأهلي المصري حسب الإعلام المغربي، فإنه الكاف توجب أنها تعاقب الأهلي المصري ويلعب حتى من غير جمهور ضد الرجاء في الدور الربع النهائي في الشامبيونز ليج الإفريقية في مباراة الذهاب. هذا حسب تقارير صحفية أيضا سودانية صدرت، الأخبار خذوها من صحفية من تقارير صحفية سودانية صدرت في الفترة الأخيرة، وطبعا هذا يخدم مصلحة الأهلي ضد الرجاء. نسك سؤال، تفضل. الكاف وين موجود؟ مصر. كاو لعبة ملعوبة. لعبة ملعوبة، نورمالمون ياخذوا قرار انهم تلعب من غير جمهور، خليوا القرار مستوى باش الرجاء يعرفوها قوية، ما خسرت حتى ماتش في ليبول، ربحتهم الكل. جريمة في حق النادي العظيم الرجاء الرياضي. واللعيبه ذي ديما ملي لعبت انا معناتها في الافريقيا ديما فما لعيب ديما معناتها ديما الكاف تميل ياسر مع الفرق المصريه، وجب معاقبه الاهلي ولو انه تلعب للجمهور. ديما عندها بريفيرونس مع الاهلي، ديما عندها كود بوس. ان شاء الله اخويا الرجاء يربحوهم سور تيران، خاطر بالنسبه لي انا الرجاء توا حاضر على الاهلي. النادي الرجاء افضل فريق في دور المجموعات، الاقوى هجوميا ومترشحه ومازال كي ترشحت فينال كاس المغرب، وعملت ماتش كبير ديربي شفناه وقت خرج خادمولي ومدرك باير حمر. ان شاء الله خويا، ان شاء الله نراو كوره معناتها، ان شاء الله الاكسترا سبورتيف ما راهوش في الماتش هذا. فوزي لقجع ما كانش عنده ممكن دور، ما حقوش دافع على الرجاء. فوزي لقجع عنده بوا في فوزي لقجع دافع على الوداد، ما دافعش على الرجاء، ما دافعش على الرجاء، ونعرفوا شنو البيريود اللي فات شنو عمل. محمد تعليقك على الخبر هذا؟ بونس فما خاطر الماتش هذا صاروا فيه هتافات عنصريه من ضد لاعبي الهلال السوداني، وحتى هذاك علاش شفنا التشنج بتاع الجوارات. كان شفت الفيديو بعد الماتش في الدخله بتاع الفيستيرات، وحتى معناها الشان الرياضي في السودان وجماعه الهلال السوداني يستناو في معناها في القرارات ردعيه بالضبط. دونك سياسه المكيالين. الاهلي المصري قوي برشا في الكواليس، الناس كل تعرف، ونتصور هذاك علاش ما نجموش يعاقبوه ماتش ويكلو كنت الرجاء. باهي هذا فيما يخص الشامبيونز ليج الافريقيه وقرار الكاف كان جات جمعيه تسجيل الحكم، كان جات جمعيه تونسيه راهو ميم با مازالوا ما خموش وما راهو معاقبوا، لكن تونس قبل كانت عندها بوا في الكاف، توا ما عادش عندها. كان عندنا طارق بوشماوي بوا كبير غاديك في سليم معلول وسليم شيبوب ايضا كلهم خدموا في الكاف وفي الفيفا. به قائمه المنتخب الوطني التونسي لاقل من 20 سنه تربص في العاصمه الفتره الممتده بين 17 و 19 ابريل 2023 تحضيرا لكاس العالم التي ستقام في شهر مايو القادم. مفروض كانت في اندونيسيا، لكن اندونيسيا رفضت تواجد الكيان الصهيوني في كأس العالم، نقلوا المسابقة إلى الأرجنتين. 19 لاعب ينشطوا في الرابطة المحترفة الأولى الثانية والثالثة، مع 10 لاعبين ينشطوا خارج تونس، سيتم الكشف على أسمائهم في وقت لاحق. نادي الافريقي ادم قرب، يوسف سنانه، ياسين الدريدي، مكرم صغير، ذي الدين شيحي، نجم الساحلي ادم الورتاني، محمد امين كشيش، راقي العواني، هادي جرتيله، سيس بركات الحميدي، محمود غربال، اتحاد المنستير احمد الجفالي، ملعب التونسي الصادق قديد علي السعودي، الاولمبي الباجي عزيز نصيبي، وائل الدربالي، حمام لنف نادي حمام لنف ريان حداد، شبيبه القيروان محمد المتيري، والملعب الافريقي بمنزل بورقيبه الشاهين السماوي. هذوما الملاعبيه اللي تم استدعائهم لتربص المنتخب. خالد قبل القائمه انا نسألك سؤال. تفضل. هي تو الكوب دي موند على الابواب، قداش مازال؟ ما عادش برشا اخر شهر ماي. علاش المدرب الجديد ما عملش كونفيرونس تسرحي شيء؟ فوالا ما عملش كونفيرونس دو بريس وقال شنو هو لي زوبجيكتيف نتاع الاو 20
وشنو انا كيما عمل جلال القادري قال مثلا كان ما نترشحش هو بحلقات كان ما ترشحش الدور الثاني نخرج على روحي يا اخي فهمتش عمل هذا ثاني ستاج اللي فات ما حد ما سمع به هكا ولا محمد الستاج اللي فات حد ما سمع بيه ما فهمتش انا كل شيء في السكريت ولا ما فهمتش اخرج قول شنو لي زوبجيكتيف باش نعرفوا نحن كشعب وكرياضيين وككورجيه قدم باش نتفرجوا ونتبعوا الاو باش نعرفوا شنو وين وصلنا في التحضير يعمل نورمالمون يعمل في الكونفيرونس كي عمل الستاج الاولاني قلنا شنو عمل شنو ما عملش وشنو لي زوبجيكتيف نتاع الاو نتاع ليكيب ناسيونال هذوما كيما لي زوبجيكتيف اللي عطاوها العادل السليم لا خالد فما جوارات جاي من الاوروب ما حطوهمش في الليست مازال قال سيتم الكشف على الاسماء لاحقا لاحقا مازال ستاج نهار اثنين فهمت معناها البوان امبورتون في الليست هذه امين انه ظاهر ستاف تكنيك الديفايونس اللي صاروا في الكوب دافريك اللي هما في الدفاع وفي حراسه المرمى قاعدين يلوجوا لهم على حلول ولا بروف انهم عيطوا الجارديان بتاع منزل بورقيبه اللي في القسم الرابع مش الثالث عيطوا الحارس ايضا من اسبانيا في الدرجه الثالثه بالضبط امين حسني شرخيه بالضبط ابن النادي المنزرتي يلعب في درجه الثالثه عيطوا الحارس نتاع الاولمبي البيجي شد بيلانتيات والحارس نتاع منزل بورقيبه حارس ممتاز زاده يوريك انه المدرب والستاف تكنيك قاعدين يلوجوا حلول للمشاكل اللي لقيناهم خاصه في كاس افريقيا. هذا فيما يخص قائمه المنتخب الوطني التونسي اللي اقل من 20 سنه والاستعداد لمونديال الارجنتين في اخر الشهر ماي القادم. هذا كل ما عنا اليوم في سبورشيك. خالد احنا نتقابلوا الاسبوع القادم نهار الاثنين من 9 ل10 في سبورشيك في الاسبوع القادم ان شاء الله. شكرا خالد. ربي يمين قبل ما نكملوا نترحموا على روح اللاعب نزار العيساوي، الله يرحمه ان شاء الله، ربي يصبر عائلته واهله واصحابه. الله يرحمه الله يرحمه ينعم في عائلته كامل تعازينا لأسرة اللاعب نزار العيساوي. انت جمعة جاي وين؟ انا موجود. استنى شكرا لكم. استنى ما تقصش. شكرا لكم غياب المنشد غياب المنشد امين جلنسة. شكرا. نحضر انت نحضر. باي باي.